السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ حبيت ان انا اوريكم الفيديو ده. زي ما انتم شايفين كده الجمال ما شاء الله، حلوين جدا جدا. فتحت الباب كده، باب الأوضة بتاعتي، سمعت صوت صوصوة، لقيت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. سبحان الله، وحاجة بجد حلوة جدا جدا. وزي ما انتم شايفين بجد انبهرت بشكلهم، فبدأت اللي انا كده ايه اصور معاكم الفيديو ده. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، كلهم بحيوية ونشاط، و بجد حلوين جدا جدا. حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده. طبعا انا كنت مصوره لكم، كانت في بطة قبل كده فأس قبل ديت من 20 يوم او من 17 يوم، فما شاء الله. وطبعا مصوره لكم الفيديو الاخراني البط اللي هو كان مفقوس معايا من البطه التانية. وزي ما انتم شايفين كده هو ده كان مكانها، وما شاء الله رجعت بيضت النهارده. بيضت يعني 3 بيضات، فبتبيض دلوقتي. دي 3 بيضة هي البيضة، فما شاء الله خير في بيتك. وزي ما انت شايفه كده الجمال. بعد كده بقى ايه، بدأت كده القشر اللي انتوا شايفينه ده اهو، بدأت اللي انا اشيله كده من تحت البط عشان ما يبتديش اللي هو يضايقهم، او لان بتبقى القشرية خشنة كده، فممكن تتعبهم يعني لا قدر الله، او يعني ايه ما يرتاحوش تحت امهم كده. فزي ما انتوا شايفين كده بجد ما شاء الله. وطبعا كان المفروض اعمل لكم فيديو، لان كان حصل عندي برضو مشكلة كده في البطة بتاعتي، بس لكن بجد يعني مش عارفة ما عملتش الفيديو ده ليه. يعني من قيمة 4 ايام او 5 ايام قبل ما البطة بتاعتي تفقس، لقيت يعني كان هما تحتهم 10 بطات، 10 بيضات يعني. فبجد الفراخ عندي فراخ يعني كده بتبيض، سايبها للبيض وكده. فدخلوا على البطه كده، سبت الباب، باب الاوضه انا طبعا حطاهم في اوضه كده، سبت الباب مفتوح، وباب الاوضه بتاع الفراخ برضو مفتوح، فدخلوا على البطه هنا. فبدأوا نبشوا في البيض بتاعها لحد ما بوظوا 3 بيضات. مسكوهم والله العظيم، نقروهم كده نقر، فقاموا رايحين مموتين الجنين. فالحمد لله اللي انا لحقتهم، وما ما عملوش، ما بوظوش الا 3 بيضات يعني. فما شاء الله عندي كده البط زي الفل، 7 بطات اهم ما شاء الله. طبعا امهم خايفة عليهم هم زي ما انتم شايفين كده. شوفوا الجمال بجد، حلوين جدا جدا. طبعا هم حجمهم صغير لسه، فبجد زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. كلتهم بحيوية ونشاط اهم. وطبعا السرار بتاعهم ناشف اهو. طبعا لما تلاقي البط بتاعك السرار بتاعه يعني ايه طري، تعرف ان البطه كده ايه عايزه تقعد تحت امها لحد ايه ما السرار ينشف. فما شاء الله السرار بتاعها ناشف وحلو جدا جدا. فلازم تتاكدي كده ما تشيليش البطه من تحت الاميه الا لما يكون السرار بتاعهم يكون ناشف تماما. فزي ما انا بقولك كده، طبعا هي خايفه عليهم اهيت، يعني بتقولي سبيها. فبجد حلوين جدا جدا، انا فرحت بيهم، فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده. وان شاء الله هنستقبلهم كده. طبعا انا استقبلت البط اللي فات بكيس محلول بطعم البرتقال. وطبعا زي ما انا قلت لكم انا بستقبله بكذا نوع، بستقبله بميه بسكر، ممكن نستقبله برضو بعسل باذن الله. هستقبل البط برضو بتاعه، وهبتدي ان انا اكله، وهعمل لكم فيديو عليه ان شاء الله على طول يعني ورا الفيديو ده. طبعا انا هسيبهم حوالي 3 ساعات او ساعتين، وهبتدي اللي انا اكلهم. وعشان المفروض اول كده ما البطه تفقس كده معانا وتبتدي اللي انت تاكلهم، بس هم يعني بقالهم حوالي ساعه لحد بقى ايه. يعني اول ما شفتهم كده وما شاء الله الريشه بتاعتهم نشفت، وما عادش فيهم اي حاجه طريه خالص اهو ما شاء الله زي الفل. لان طبعا البطه لما بتيجي تفقس بتبقى زي الميه،
فاحنا بنسيبها بقى ايه تحت امهم كده لحد ما هي ما شاء الله بتدفيهم لحد ما بينشفهم تماما وبيبقوا زي الفل. فبجد منظرهم حلو جدا جدا، وهي طبعا خايفة عليهم. اهم حاجة لو وصلت الفيديو لحد دلوقتي اعملي لي اللايك عشان الفيديو بتاعي يوصل بأكبر عدد من الناس، ودايما تشوفوا فيديوهاتي اول باول. فالحمد لله اللي هي جت على قد كده. هم طبعا 7 بطاطا همت زي ما انتوا شايفين هم، دول 3 هم، ودولت ما شاء الله 4. فهم زي الفل همت، والحمد لله اللي جت على قد كده. وطبعا البطة معايا هنا يعني لما بتاكل كويس، الأمية يعني لما بتاكل كويس وبتلاقيها بتتقل معاكي وبتبيض على طول، ما بتغلقش أسبوعين وبتبيض. ما شاء الله عند البطة كلت وشبعت وما غلقتش أسبوعين، وما شاء الله ده 3 بيضة النهاردة. وبعد كده بقى ايه هبتدي اللي انا برضك اسيب البط ده تحت امهم كده يومين كده، وابتدي اللي انا بشيلهم برضك اكلهم وارجعهم تاني. فما شاء الله ما فيش احسن من دفى الام. حلو جدا جدا وهي حنينه عليه. طبعا اما باجي امسك بطه كده بتتهبل على البط بتاعها، فبتفكر ان انا هاخدها منها اهي. فما شاء الله بط صغير حلو، وانا بحب الحاجات الصغيره كده. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده المنظر بجد حلو. فطبعا عشان ممكن تقولي طيب اي واحده تقول لي يعني طب انا ما بعرفش انيم البطه تحت البيض او كده. انت مش هتعملي لها حاجه، ما فيش اكتر ما تفرشي لها طبقه قش وهتبتدي اللي تسيبيها تبيض بالطريقه ديت. وبعد كده بقى ايه هتلاقيها ما شاء الله معاكي زي الفل. هتبتدي اللي هي تنام، وتبتدي اللي انت تحط لها اكل نواشف اللي هي العلفة على دش وسقاية مية، وتبتدي اللي انت تحطها لهم. ما شاء الله هتبتدي اللي هي تاكل وترجع تاني للبيض بتاعها وتنام عليه. وبعد كده في اثناء ما هي بتاكل تبتدي اللي انت تجيب البيض بتاعها، تبتدي اللي انت تقلبيه عشان يعني ايه عشان لما بيبقى كمية بيض ممكن تجيب اللي بره اللي على الطرف جوه واللي جوه على الطرف، عشان ايه بحيث تاخد كل السخونية في البطة بتاعتنا. ويعني ايه تتابعها كده عشان الجنين لا قدر الله ما يموتش معانا، ويبقى معانا البيض زي الفل. وطبعا عشان احنا في الجو الحر ده انصحك يعني يكون مكان فيه رطوبة، ما يكونش فيه شمس، عشان طبعا الشمس هتخلي البيض معانا من كتر السخونية هتسخن البيض اكتر من سخونية البطة بتاعتنا. فهتعمل بقى ايه في الوقت ده هتفصل الجنين عن البيضة، فلا قدر الله كده هتموت مننا. فاحنا عايزين بس ايه البيض بتاعنا ما ياخدش الا السخونيه بتاع الام بتاعته الاميه، عشان لو في درجه السخونيه علت عن كده هتموت الجنينه لا قدر الله. فاحنا لازم نحافظ على البط بتاعنا. فانا بنصحك تحطيه في مكان طراوه عشان ما يجرالوش حاجة، البيض بتاعنا والجنين ما يموتش في قلب البيض، عشان يطلع معاكي بط زي الفل ده زي ده. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. طبعا زي ما انتوا سامعين ده صوت الفراخ بتاعتي جنب البط على طول. فده المشكله بقى ايه سبت الباب هنا مفتوح والباب هنا، فاصبحوا جم هنا عند البطه وهي نايمه على البيض، بداوا بقى ايه يكسروا في البيض. فالحمد لله يعني ايه ما كسروش الا 3. وبجد انا زعلت عليهم لان كانت البطه في البيضه كانت اتكونت خلاص، يعني ما كانش عليها ايام وتفقس. يعني الكلام ده قبل ما تفقس ب4 ايام او 5 ايام، يعني كانت خلاص البطه اتخلقت خلاص. يعني بجد انا زعلت جدا جدا، بس قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله اللي هي جت على قد كده و يعني نهضت دولت والحمد لله. فطبعا بتبقى فيه غلطات كده بتحصل واحنا ما احناش واخدين بالها، بس في نفس الوقت بنتعلم منها. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم كده النهارده. اهم حاجه ما تنسوش اللايك ولا الاشتراك، وفضل وليس امرا. مع السلامه.